واحنا ليه اصلا ندخل النار لما عندنا 10 ايام ممكن يغيروا حياتنا؟ بصراحة كده انا مش هحل جملة قالها الشيخ وانا ناوي انفذها، وحبيت افيدكم معايا بيها. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه في ال10 ايام اللي جايين. احمي قلعتك يا ابني، احمي قلعتك قبل فوات الاوان. يعني خلاص هم ال10 ايام دول اللي ممكن تحمي فيهم قلعتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كل عام وانتم بخير، اتمنى تكونوا بخير. وزي ما شفتم في مقدمة الفيديو 3 جمل مهمين جدا محور الفيديو ده. وبصراحة ده فيديو من اهم الفيديوهات اللي هنزله على القناة، بحيث حطه كده. انا فاز يعني انا تعبان جدا، وبصراحه مش اللي هو ما اقدرش اصور قوي، ولكن لما سمعت الخطبه دي بعد صلاه العصر ولما سمعت الفيديو بتاع الدكتور محمد الغليظ حبيت الخص الكلام اللي سمعته من هنا ومن هنا وجمعته. ان شاء الله الفيديو كله 7 دقايق، 7 حاجات هنعملهم في ال10 الاواخر، ودول اهم 7 حاجات. انا لسه خلصتهم، محتاج اخلص بسرعه. يعني انا حريص جدا لان خصوصا معظم اللي بيتفرجوا عليا في ثانويه عامه، فانا ببقى حريص جدا على وقتهم. فيلا بينا نتوكل على الله. واحنا هنتكلم عن اهم 7 حاجات هنعملهم في ال10 الاواخر، ودول اضعف الايمان. انت كده يا دوبك بتنافس بحاجه يعني بنسبه بسيطه جدا في ال10 الاواخر مع ضمن الناس اللي بينافسوا والسابقون السابقون. عشان ربنا يتقبل مننا. فدول 7 حاجات بالترتيب ولهم أهمية كبيرة جدا جدا جدا. وجملة احمي القلعة، وايه السر ورا احمي قلعتك؟ قصة مهمة جدا، ودي هبني عليها بقية الفيديو كله. بيقول لك اعتبر ان دينك ده هو القلعة بتاعتك. وبيقول لك شاف مره واحد صاحبه بيلعب لعبه عباره عن ان في قلعه وبيحاول يحميها. اول حاجه بيبني حواليها سور، بيحط مثلا حواليها جيوش، وبعد كده سور، وبعد كده سور تاني وسور تالت وسور رابع وسور خامس، بحيث لما يجي العدو يخترق القلعه يفضل عشان يوصل للاساس وللقلعه محتاج ان هو يهد من 8 ل 9 اسوار حواجز محطوطه قدام القلعه. فهنا احنا مثلنا القلعه بدينك او هو انت كمسلم، وانت محتاج تحوط نفسك بحاجات كتير جدا بحيث لما يجي الشيطان يخترقك هيجي لك على اضعف حاجه انت لسه بنيها. السور الاخير اللي انت لسه بنيه ده، دي العاده الجديده اللي انت اكتسبتها، دي العاده الجديده اللي احنا هنعملها في رمضان، بحيث نخرج يبقى احنا مأمنين قلعتنا، مأمنين نفسنا زياده عن اللزوم. كل ما هتبني عاده جديده في ال10 الاواخر دول دي هتكون بمثابه سور زياده. فخلينا نتكلم عن الحاجات اللي احنا ممكن نعملها. اول حاجه انا هتكلم عن التوبه. انا جايبهم بالترتيب، وترتيبهم مهم جدا، يعني ترتيبهم حسب اولويتهم. اول حاجه التوبه. متهيألي خلاص يعني دي الفرصه الاخيره في رمضان ان احنا نلحق نتوب، لان رمضان هو الشهر اللي بيجي يصلح بقيه السنه، يصلح اللي فات وبيصلح اللي جاي، بنبني عليه اللي جاي، بنبني عليه بقيه السنه. كل ما رمضان، ما بين رمضان ورمضان احنا بنتدرب عشان نقدر نعيش هنا، عشان نقدر نبقى اقوياء هنا. فاول حاجه التوبه. هكلمك عن اكتر الحاجات اللي احنا بنعملها في الزمن ده ومش واخدين بالنا منها، وانا هخليك تفوكس عليها بحيث انت بقى خلاص في الفتره الجايه دي تشتغل على نفسك جدا عليهم. رقم 1 عقوق الوالدين. تقوى الله في نفسك، انك تتقي ربنا في نفسك انت ذات نفسك. وفي برضو سمع الاغاني واطلاق النظر في السوشيال ميديا. جامد بقى جدا. ده بقى ملوش حدود، ده ملوش حدود، ده مش واخد بالك انت بتعمل ايه اصلا. مسلسلات وتيك توك وريلز ويمين وشمال، فالحته دي كبيره جدا. تاخير الصلاه وتقصير في العبادات الاساسيه. فانت مثلا لو انت تبدا تمسك ورقه وقلم كده تكتب فعلا والله انا محتاج اتوب عن كذا، ومحتاج اتوب عن كذا، محتاج اتوب عن كذا وكذا وكذا. خلاص انت كل توبه بتتوبها انت بتبني على السنه الجديده، واحنا في ال10 الاواخر، فلعل توبه صادقه نصوحه توب على يعني توب من الذنب ده طول حياتك. فاحنا حياتنا مليئه بالذنوب. فانت على قد ما تقدر عندك 10 ذنوب، 5 3 4 2 1. دي ال10 ايام دول هي دي افضل فتره انت ممكن تتوب فيها على الحاجات دي. ودي كانت اول حاجه. تعال نخش على تاني حاجه. تاني نقطه وتاني اهم نقطه هنتكلم فيها الفروض اللي اتفرضت علينا. الصلاه، مش بكلمك عن السنن، مش بكلمك عن القيام، مش بكلمك عن التهجد، بكلمك عن الصلاه عماد الدين، اللي هو ما ينفعش تبقى مسلم وانت اصلا ما بتصليش.
يعني دي حاجه يعني اساسيه، ما ينفعش اصلا نقصر فيها، ما ينفعش نيجي يمتها. دي قلعه، دي مش، ده كله مش اسوار، انت دي بس دي القلعه الاساسيه، ده الجدران بتاع القلعه ذات نفسها، من غيرها انت مفيش قلعه اصلا. فازاي تكون مسلم وانت ما بتصليش اصلا؟ وحتى لو بتكسر في الصلاه فانت محتاج خلاص يعني، من ضمن اهم الحاجات اللي انت تشتغل عليها في ال10 ايام دول عدم تقصيرك في الصلاه. ودي تاني نقطه. تعال نخش على تالت نقطه، الا وهي القران. خلاص بقى مش هانت تختم الختمه اللي بقالك 20 يوم بادئ فيها، يعني لسه ما ختمتهاش. حان وقت ان احنا خلاص نشد حيلنا جدا في قراءة القرآن. ودي بداية اول حاجة بقى في السور، يعني ده اول سور هتبنيه حوالين القلعة بتاعتك. وعندك مثلا تركان ان انت ممكن لو قرأت كل يوم سورة الاخلاص 3 مرات، لو صدفت ودي كانت ليلة القدر، فانت ختمت القرآن يعتبر 84 سنة. فمثلا تركاية ان احنا هنقرا كل يوم سوره الاخلاص 3 مرات، وهنجتهد بقى، نجتهد في قراءه القران في الفتره الجايه دي جدا، نجتهد جدا. تعال نخش على النقطه الرابعه، الا وهي الاذكار. دي تاني سور هتبنيه حوالين القلعه بتاعتك او حوالين القصر بتاعك. تاني سور خلاص، احنا كده بنينا سور اول هو القران. احنا اتكلمنا عن التوبه، دي حاجه اساسيه، والفروض او الصلوات خلاص ده القلعه. بنتكلم دلوقتي عن القران والاذكار. 4 الاذكار، اذكار الصباح، اذكار المساء، بعد الصلاه، حاجات ثابته. يعني بص، انا بقالي فتره بحاول اعود نفسي على حاجات ثابته. يعني مثلا بعد المغرب والفجر لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات. آية الكرسي بعد كل صلاة، قبل ما انت عارف انا ببقى قاعد مثلا كده، قبل ما تعمل كده انا بفضل قاعد كده بقرا آية الكرسي ولا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات. دول حاجتين عودت نفسي عليهم. اذكار الصباح والمساء بنقراهم بعد مثلا بعد العصر او بعد المغرب. انا في رمضان بقراهم بعد العصر، لان بعد المغرب خلاص انت لسه فترات بتريح شويه، وبعد كده مثلا لو تقرا قران ما بين المغرب والعشاء عشان تلحق القيام وهكذا. وبقرا اذكار الصباح بعد الفجر. فدي تاني حاجه، احنا قلنا ما ينفعش تقصير في الفروض، تاني نقطه. وتاني اهم حاجه بعد التوبه، بعد بدايه دخولك خلاص، يعني انت بتحاول تنقي نفسك، يعني تشيل الحاجات اللي عليك حاجات كتير، عليك ذنوب، شايل هموم كتيره اللي هي الذنوب، شايل حاجات متقلاك مش هتخليك تعرف تعمل اللي جاي، فانت محتاج تتوب منها. ودي كانت اول ركن، عشان كده بقول لك يعني ترتيبهم باولويتهم. تاني حاجه الفروض عشان نبقى مسلمين، يعني من غير فروض انت مش مسلم. وتخيل في العشر الاواخر، فتقصير في اي فرض غير مسموح بالمره. يعني بص، عامل نفسك كده اللي هو فعلا زي ما انا قلت في بدايه الفيديو، انا مش هحل نفسي من غير ما اطلع ال10 ايام دول اللي لما اكون من الفائزين، لما اكون اللي هو ايه، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. انا عايز عشان تكون من اصحاب الحظ العظيم ده، افضل حاول 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 حاول، اللي هو انا مش هحل فعلا ال10 ايام دول، مش هحل غير لما اكون انا كسبان فيهم. تعال نخش على 5 نقطه، الدعاء. انت عارف انك لو ربنا وفقك للدعاء فده دليل ان ربنا بيحبك. الدعاء بقى في الصلاة، الدعاء ما بين الأذان والإقامة بيقول لك لا يرد. الدعاء من أهم الحاجات اللي احنا بنرقى ليها. بنطلب من ربنا، بنتضرع لربنا، بنتذلل لربنا في الدعاء. ربنا هو اللي يعني انت اكنك رايح تطلب من حد حاجة، فانت بتتحايل عليه، فانت خدها من كده. وكل ما انت تعظم في ربنا يعني ربنا عز وجل يعني مش هيردك. كل ما انت تتذلل لربنا مش هيردك. وتخشع في الدعاء. تحاول على قد ما تقدر. بص، اطلب كل اللي نفسك فيه، واطلب بكل اللغات، ما تقلقش. يعني ربنا قادر يسمع. شوف كم بني ادم في الارض، وشوف كم بني ادم اتخلق من ساعه ما الارض دي اتخلقت، وشوف كم لغه وكم لهجه وكم كم حاجه، يعني كم ثقافه. وربنا طبعا قادر يعني بص، يعني ادعي بكل اللي نفسك فيه حرفيا. يعني انا يا رب انا محتاج MG7، يا رب انا محتاج الترا مش عارف ايه. ادعي بربنا كل اللي نفسك فيه. يا رب انا محتاج اطلع، محتاج اقفل فيزيكس وكيمستري وهكذا.
يعني ادعي بربنا في كل نفس، يعني لكل اللي نفسك فيه، وحاول تستهدف اوقات الدعوات المهمه. زي ما قلت لك قبل بعد، يعني اول ما اذان المغرب يأذن، ما بين الاذان والاقامه، قبل ما تفطر، بعد ما تفطر، او اول ما تبل ريقك، بعد كل اذان استهدف اوقات زي دي، بعد الفجر وهكذا. ودي حاجه مهمه، حاجه من ضمن الاسوار اللي احنا هنحطها، النيه وما تحطش لنفسك اعذار. يعني انت نوي ان انت هتجيب اخرك، دي حاجه هتساعدك وهتجزى عليها اصلا، انما الاعمال بالنيات. فانت حط نيه، لا انا فعلا ناوي ما احلش. يعني حط الجمله دي في دماغك، اكتبها كده على في ورقه قدامك، حطها خلفيه على التليفون. انا مش هحل ال10 ايام دول، مش هحل غير لما اخرج فايز مع الفايزين، وكسبان مع الكسبانين، وتايب مع التائبين، وراجع لربنا مع الراجعين لربنا، وملتزم مع الملتزمين. فدي نيتك، وبلاش تحط الاعذار. يعني انا عارف، انا قلت لك دول 7 حاجات، احنا لو عملنا كده احنا حرفيا ما قدمناش حاجه، احنا ما دخلناش المسابقه، احنا بس قدمنا الورق، او يا دوبك بدانا المسابقه، احنا مش في السباق. انا اصلا قايل في بدايه الفيديو دي اضعف واقل حاجه ممكن نقدمها حرفيا في ال10 ايام. ال7 حاجات بقول لك عليهم دول، هو مش المفروض 7، مش المفروض 7، المفروض 70 حاجه المفروض نقوم بيها. المفروض في تهجد، المفروض في اعتكاف، المفروض في حاجات كتير، ولكن انا بتكلم وخصوصا فيديو برضو موجه اكتر للطلاب، وانا طالب وطلاب الثانويه. فدي سادس حاجه. سابع حاجه بقى مهمه جدا بالنسبه لي انا، ودي اكبر خطوه حاسه مهمه انا هاخدها بصراحه. يعني بصراحه هحذر من المضيعات، واهمهم التلفون. انا بالنسبه لي التلفون طبعا بالنسبه لاي طالب مشكله كبيره. بالنسبه لي اكبر حاجه بتاخد مني وقت في التليفون التيك توك، وبصراحه والله انا منزله عشان المحتوى اللي بنزله عليه مش اكتر. فانا بالنسبه لي طز في المحتوى 10 ايام دول، مش هخسر افضل 10 ايام في السنه علشان التيك توك وعشان شويه محتوى اقدمه. اجازه 10 ايام، اجازه بص لو شهر اجازه، انا المفروض والله من اول رمضان كنت عملت كده، ولكن يعني هعمل كده من النهارده. اول ليله في ال10 الاواخر همسح تيك توك بالنسبه لي. دي رقم 7، ودول اهم 7 حاجات. في عندي شويه جمل مهمين جدا، يعني انا كنت كاتبهم حابب اقولهم. خلينا نقول، انا قلت وما لقاء الا في حديث بقى، يعني الدعاء اللي احنا المفروض هيلزم لساننا بقى الفتره الجايه، اللي هو السيده خديجه لما طلبت من الرسول فقال لها اللي هو ادعي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. فدي حاجه عايز بقى اقول لك، خد القاعده دي، القاعده الذهبيه بقى دي انا كتبتها والله وانا في المحاضره. بيقول لك، انا يعني بصراحه دي جت في دماغي، كل ما تقلل ذنوب كلما قربت من ربنا اكتر، كل ما وقتك زاد، كل ما همتك زادت، كل ما نشاطك زاد، كل ما قربت اكتر للنجاح. شفت الحته دي والله حلو. عايزين ننسى الحديث اللي بيقول كان رسول الله اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله جد وشد المأزر. فانت زي ما قلنا هندخل نفسنا في المسابقه. وبرضو مش عايزين ننسى الحاجه اللي بتقول، يعني كان جمله الشيخ قالها في خطبه العصر بالامس، ان في النهايه، يعني دي النهايه بقى بختم، حابب اقول لك ان في فرق توقيت بيننا مثلا وبين السعوديه. فاحنا مثلا هنتوكل على الله ونعتمد ان كل يوم ده ليله وتر. مثلا السعوديه عندهم ليله 21، احنا عندنا ليله 22، احنا عندنا 22، هم عندهم 23. فانت اي نعم هناخد بالاسباب ونشد على تاريخنا احنا، بس برضو لعلها تكون ليله القدر في حته تانية. فزي ما قلنا في شويه حاجات هنعملها، اللي هو مثلا سوره الاخلاص كل يوم 3 مرات، هتتبرع كل يوم بجنيه، وكذا حاجه اتكلمنا عليها في الفيديو. وبس كده، حاسس ان الفيديو طول جدا مني، مش عارف وصل لكام، بس كل عام وانتم بخير، وكان الله في عوننا وعنكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.